ممكن تكلمينا عن الفرق بين البوتوكس والفيلر؟ ايه يعني الفرق فيما بينهم؟ طبعا الفيلر ده بيشتغل كماده مالئه، بتملى المناطق اللي فضيت عندنا، سواء بالعمر، سواء بالجرافيتي والجاذبيه الارضيه لتحت، سواء بالتخسيس. كمان بنشد بيها الاربطه في اماكن الاربطه بتاعت الوجه. العضله دي مربوطه في العظم برباط معين. الرباط ساعات بيحصل له نفسه ترهل، بيبتدي يحصل اللي هنا السيدنج فيس ده، فبنبتدي نحط الفيلر تحت الاربطه فبتقويها وتشدها تاني. ليه استخدامات كتير طبعا. نملى التجويف اللي تحت العين، ليه استخدامات كتيره جدا، نحدد بيه الجو لاين. كل نوع ليه، كل منطقه ليها النوع المناسب ليها. اما البوتوكس بيشتغل على العضلات، على العضلات التعبيريه او العمريه. طبعا يستحسن نبتدي قبل ما التجاعيد تبتدي تعمل حفر او تبقى ثابته في الجلد، سواء انا بتكلم يعني او ما بتكلم او بعمل حركه او ما بعملش، بتبقى ثابته. دي بتبقى طبعا علاجها بياخد وقت اطول، لكن اللي هي الثانيه بناخدها بتبقى علاج خلاص. يعني هي بتبتدي العضله تضعف وبتبقى علاج ليها. انت ذكرتي حاجه مهمه جدا، نشتغل على سمك الجلد. هو الفرق بين الاطفال وكل ما بنكبر، لو تلاحظي سمك الجلد في الاطفال بيكون سميك. يعني طبقه الجلد سميكه، مبين الشعيرات الدمويه، مبين من الشمس، من هي طبيعتها كده. ده بقى ليه علاج برضو مهم جدا ان احنا نبتدي نشتغل عليه. ده اهم بكتير من البوتوكس والفيلر، انك انت تزودي ازاي طبقه سمك الجلد بتاعتك. من ضمن الحاجات عشان الناس تبقى عارفه برضو ازاي ازودها، الفراكشنال ليزر من الحاجات اللي بتزودها، البي ار بي، السكين بوسترز، الحاجات الاكسوزوم من الحاجات اللي بيزودها. كل الحاجات اللي بتشتغل على تحفيز خلايا جديده، وتحفيز كولاجين، وتحفيز الاستين، وتحفيز العناصر والجروث فاكتورز، كله بيشتغل على طبقات جديده. فمن هنا بيبتدي يزيد سمك الجلد، وهو ده الفرق بين البشره النضره اللي احنا كلنا عايزين نوصل لها. اكيد. بس نتكلم عن مخاطر الحقن البوتوكس والفيلر، امتى ما نعملش الموضوع ده؟ مثلا في حالات محدده ما ينفعش تعمل الموضوع ده؟ مش بنخوف الناس ولا حاجه، ولكن لازم نختار ماتيريال صح، دكتور صح، نسال على سمعته وخبرته في المجال ده. سريعا عشان انت لكن الموضوع طبعا كان عايز وقت اطول. في طبعا لو في امراض مناعيه عند بنسالها، بناخد معاها هيستوري الاول، مش يلا احقن وخلاص. لو في عندها امراض مناعيه، لو في عندها مثلا زي ما قلنا اكني او صدفيه او امراض كده، فبنقول لها في حاجات تنفع معاكي مثلا زي البي ار بي، لكن ما ينفعش معاكي مثلا الحاجات اللي هي هتعمل اثاره للمرض. فبنظبطها الاول وبنمشيها، نتاكد ان هي ماشيه على علاج، وان المناعه بتاعتها مش نشطه الفتره، مش نشطه يعني الخلل المناعي مش نشط، عشان ما نثيرش المرض اللي عندها. طب ايه يا دكتور، ايه المشكلات اللي بتنصحي فيها العلاج تكون علاجيه مع ابر حقن النضاره؟ يعني في حالات مثلا اوكي للنضاره انا عايزاها للجمال تمام، ولكن يوم مثلا هل يعالج الصدفيه، هل يعالج الامراض الورديه او كده؟ في عجاله سريعه. البي ار بي من الحاجات عشان هي من دم المريض نفسه، وحاجات يعني هي دي حاجه علاجيه برضو مع الامراض المناعيه، بنستخدمها بامان كامل. حقن الهايلورونيك اسيد او الكولاجين برضو بتساعد. لكن انا مش بنصح قوي ان احنا نستعمل حاجات نثير بيها الجهاز المناعي الا لو هي متظبطه، وانا بتاكد ان هي، ونعمل تحاليل ان هي المناعه بتاعتها مش فيها خلل شديد في الفتره اللي بتاعت الحمل. عشان كده ده الفرق بين الدكتور المختص وبين الناس العاديه اللي بتنصح بعدها او بشوفه انا في برنامج او بقرا في النت. لا، لازم يكون معنا طبيب مختص يوصينا في الامور دي.